سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع المادلين اللي يجي خفيف ريشه ويجي مقطن وما فيش المقادير بزاف. واللي شافت قناتي ديما نقولها لكم تخلي لي دعم فيها اشتراك فضلا وليس امر ولايك للفيديو باش يطلع لي في محركات البحث. كما راكم تشوفوا هنايا الصوره راهي تعبر على نفسها، يجيكم اسفنجي وماشي معجن. يلا تشوفوا كيفاش حضرته. نبداو على بركه الله. عندي هنا 3 حبات بيض، زدت عليه قشر تاع الليمون، كاس سكر، علبه ياغورت طبيعي، نفس العلبه درتها حليب كما راكم تشوفوا هنايا. هنا نخلطوا كلشي مع بعض، ما نضلوش نطلعوا في البيض والسكر عاد نزيدوا المقادير الاخرين. نديروا كلشي في البول ونخلطوه. درت علبه ياغورت طبيعي، 3 بيضات، نفس العلبه درتها حليب، كاس سكر، قشور الليمون، وهنايا قشور البرتقال مجفف، كيس فاني، قريصه تاع الملح لتصحيح الذوق، وكاس زيت، 2 كيسان فرينه. كما راكم تشوفوا 2 كيسان فرينه. الفرينه راني مغربلتها من قبل، لازم تتغربل. و2 نتاع خميره الحلويات. انا الخميره تاع 20 غرام، الباكي فيها 10 غرام يعني 20 غرام. وخلطت كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا هنايا. كاع المقادير درتهم مع بعض وخلطتهم هنا باش تنجح معاكم المادلين ويجيكم خفيف ريشه مغرف نتاع خل. هذا هو السر نتاعه في الخل. الخل يعطيه واحد الهشاشه، يجيكم اسفنجي ما يجيش معجن. خلي لي اشتراك في القناه فضلا وليس امر، هبطي تحت الفيديو ديري لي جيم في الفيديو باش يطلع لي في محركات البحث. هنا كنت درت الفور يسخن وراني نعمر في الكيسات. اذا بغيتو تحشوها بشويه تاع شوكولاته ديروا غير شويه، ديروا الشيكولا وزيدوا عليها شويه من هذاك الخليط ودخلوها للفرن على 180 درجه يطيب من تحت ومن الفوق. وكل وحده والفرن اللي عندها، كاينه اللي الفرن تاعها يطيب من الفوق ومن تحت وكاينه اللي لا. هنا زدت عليها غير حبيبه تاع الشوكولاته، تبغوا ديروا غير السكر ونفس النتيجه يعني ما عندهاش اختلاف. والمحبين الشوكولاته يديروا الشوكولا. ديما نقولها لكم دعموني في القناه باش تطلع لي وتكبر العائله، ولايك للفيديو باش يطلع لي في محركات البحث. انا ندخلهم للفرن يطيبوا. وهذه الكميه درت لي 24 حبه. انا بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا طلعوا غير شويه. هذا هو الحجم تاع المادلينه. تبغوا تصغروها تبغوا تكبروها لكم الاختيار، يعني كل وحده والحجم اللي تبغيه. نخلوهم يبردوا ونحطهم ونقدموهم. وقبل ما نخليكم ما تنساوش اشتراك في القناه، ديما نقولها لكم فضلا وليس امر باش تطلع لي القناه وتكبر لي العائله. وجم للفيديو باش يطلع لي في محركات البحث، وبارطاجيوها لي مع احباباتكم باش تكبر ثاني العائله ويزيدوا الحباب. والى فيديو اخر ان شاء الله ومع وصفه اخرى. سلام.